لأحلى عزومة في رمضان. أشهى وألذ كبسة ممكن تعملوها بكافة تفاصيلها، وفعليا هاي الطريقة ملكة الكبسة. بنقلب الدجاج بزيت الزيتون والثوم والبصل المقطعين ومجموعة من البهارات وعيدان القرفة. بنقلبهم مع بعض، بعدين بنضيف اللومي والبندورة المقطعة مع رب البندورة من KDD، بنخليهم على نار هادية لحتى تذوب البندورة. بعدين بنضيف شوية مي لحتى تغمر الدجاج وبنتركهم على النار لحتى يستووا. هنا بعد ما استوى الدجاج بنصفي المرقة وبنترك اللومي في صحن على جنب. بننقع رز حبة طويلة لمدة 3 ساعة. بعدين بنجهز لخلطة الرز جزر وبصل وفليفلة. هنا بنضيف سمنة أو زيت وبنقلي فيها عيدان القرفة. بعدين بنضيف البصل والجزر والفليفلة وبنحركهم منيح مع رشة كركم. بعدين بنتركهم على نار هادية وبنغطيهم. بعد ما يدبلوا بنضيف الرز ومعاه مجموعة من البهارات، زنجبيل وكاري وبهار كبسة، بنخلطهم منيح. بعدين بنضيف المرقة اللي طلعت معانا، وأول ما يغلي الرز بنوطي عليه على نار هادية. هنا بنجهز زبيب بنحطه على النار مع شوية زيت زيتون على نار وسط لحتى ما يصير بهذا الشكل، تنشف المي عنه. يا سلام قديش طعمها بشهي. بتمنى انكم تجربوها، وانا متأكدة انكم راح تعتمدوها، والف صحة وهنا.